الذي أوردته قناة النهار، وذلك نقلا عن موقع الجيري 24 الإخباري، زلزل مواقع التواصل الاجتماعي وتحول بعد دقائق إلى حديث الجزائريين. نتابع كيف استقبل الشباب الجزائري خبر إلغاء تأشيرة موسكو عليهم. الروس واش راك حيجيك منها تحويسه، تجي في وحده بلوندا تعيش لابال في دراهم تخدم. بون حنا ماذا بينا دوك ينحوها تولي بابور، قاعده تروح الطياره، داروا لنا بزاف فايس اللي نقدروا نديرهم. روسيا صاحبي يا صاحبي، روسيا خويا، روسيا لا غير راني فرحان، والله راني فرحان بهذه تاع الروس. هما واحد اللي يحب يعيش حياته يروح لها. روسيا خويا، روح لتماك عيش حياتك، جمع شويه دراهم، حبه حتى تجيبها. هما ديجا مش كيما اللي هنا في الجزائر يحبوا غير الدراهم غير الدراهم. تلقاك راجل فحل عندك شويه دراهم تقدر على شقاك تزوج بيك. علاه لا خو علاش؟ انا غدوه نديماري للروس ديريكت، ما كاش مشكل. 4 ملايين انا ناكلها غير فطور وحشه وكاع. سي نورمال نروح للروس انايا، ما نكذبش عليك يا صاحبي. بلوندا عيني زروقه، سي نورمال انا نعيش ثما، وليدي يخرج كيما المراه تاعي تاع الروس، حاجه ما تخصني. صافي بليزير خويا، هاكا نضمنوا المستقبل. انا غدوه نعطيها 4 ملايين، في عاود نعطيها تونس ولا كريبي، نعطيها الروس خير. الروس معليش سوفريه مات بصح المستقبل ثم خويا. حاجه مليحه يا خو، ماذا بينا حنايا يسمونا ان شاء الله باذن الله واحتمانا ولا نروحوا يا نتزوج بوحده روسيه وتدخل الاسلام ونورمال خو، صح يسلمك نورمال. غدوه نديماري ولا الروس خويا العزيز، غدوه يسمونا رايحين ديها روسيه في دال انتيك شابه، وليدي يخرج بوتي صوفاج شعرو كحل كيما باباه. هذا الخبر أدخل البهجة في قلوب الشباب الجزائري، وموسم الهجرة إلى روسيا انطلق، ودخل شباب جزائري في رحلة البحث عن شقراء روسية